السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل إشعارات الفيديوهات اللي بننشرها أول بأول. ومن فضل حضرتك ليا عتاب صغير جدا ورجاء، أنا بقالي يومين مش عارف أطلع فيديو بسبب الروبورتات اللي موجودة على القناة، ودي سببها ان مرتضى منصور بيهددنا بالاغلاق، لان احنا قناتنا بفضلكم مسموعه وهددنا. وانا حاطط لحضرتك في اخر الفيديوهات اللي هددنا فيها. فمن فضل حضرتك اللايك بتاع حضرتك هو اللي بيلغي الروبورتات. يعني اداره اليوتيوب لما بتلاقي في لايكات ما بتبصش على الروبورتات، بتعرف ان ديت يعني حاجه كده يعني كيديه. فمن فضل حضرتك اللايك بتاع حضرتك هو اللي بيدعمني فقط، وانا مش محتاج من حضرتك غير اللايك. على بركه الله نبدا الفيديو. معانا في الفيديو ده 4 مقاطع، واحد للاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، واثنين لايهاب الفولي، وواحد لطارق السيد، والاربعه قمه الكوميديا السوداء. يعني حضرتك من فضلك تقدر تشير الفيديو ده وتبعته لاصدقائك على الفيسبوك، على الواتساب، على التليجرام، زي ما حضرتك تحب، او تحتفظ بيه. فهو كوميديا سودا فعلا يعني. نبدأ بالفيديو الاولاني، بالمقطع الاولاني للاستاذ مرتضى منصور، وهو بيوصف اعلامي اشتهر بالهبد. بيوصف مهيب عبد الهادي بانه اساسا مبلط سيراميك. ويمكن انا حاطط لك صوره صغيره كده لمهيب على في الزاويه اليمين اعلى الشاشه. مهيب زمان، يعني ده شكل مهيب زمان قبل ما يشتغل في الاعلام خالص. كون بقى انه بيشتغل مبلط سيراميك او مش مبلط سيراميك، والله انا ما اعرف. بس هو مرتضى منصور اللي دايما فاضح الناس وبيقول حاجات كده ربما تكون صح وربما تكون خطأ، تحتمل كده وتحتمل كده. نسمع الفيديو بتاع مرتضى منصور لمهيب عبد الهادي. وانا ما اعرفش، مهيب عبد الهادي زملكاوي وبيقبلوا، وكل الزملكاويه اللي انا شفتها غير المعارضين بتقبل الاهانه، اهانه مرتضى منصور على قلبهم زي العسل. سبحان الله، متسيطر عليهم، معمل لهم غسيل مخ، ما اعرفش، هم كده بيقبلوا الاهانه. نسمع بقى الاستاذ مرتضى منصور قال ايه لمهيب عبد الهادي. ادي النهارده لما جاب الجون قاعد يمسك الفانيلا، هو زملكاوي، عيله زملكاويه. احنا عايزين نطفشه. ليه؟ اصل الواد مهيب قال. مين واد مهيب ده؟ ده بتاع سيراميك، بيبلط بتاع بلاط، ده حاجه تقرف. والواد مهيب قال. مين واد مهيب ده؟ ده بتاع سيراميك، ده بتاع سيراميك، ده بتاع سيراميك. مين واد مهيب ده؟ ده بتاع سيراميك، بيبلط بتاع بلاط، ده حاجه تقرف. نسمع مع بعض الاستاذ ايهاب الفولي اللي في يعني بيستجد او بيستنجد او بيطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء تدخل، وقام مشبه نادي الزمالك بالفراخ. طب الفراخ ديت اكل، ماليش دعوه بصفه الفراخ ووصفها، بنوصف واحد بفرخه ولا مش، يعني الاكل والفراخ كانت يعني دي مشكله، غلو اسعار وحاجات زي كده. فالسيد رئيس مجلس الوزراء تدخل فيها، فانتهز الفرصه ديت الصحفي الكبير اللي انا لا عمري لا سمعته ولا عمري قريت له مقال، لا في سمير ولا ميكي ولا تنتان ولا عالم سمسم، ولا شفته في اي مكان غير على قناه الزمالك، او هو بيشتم
مرتضى منصور قبل كده وبيوصفه بحرام الغسيل. نسمع بقى الاستاذ ايهاب الفولي وهو بيوصف نادي الزمالك بالفراخ والمفرخه. النهارده انا قريت حاجه على صفحه مجلس الوزراء ان دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل ازمه الدواجن. مع احترامنا الكامل لازمه الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ مع احترامنا الكامل لازمه الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ ازمه الفراخ مع احترامنا الكامل لازمه الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بأبطاله بنجومه بلعيبته بمجلس إدارته ما يستحقش نظرة زي النظرة يا دولة رئيس الوزراء اللي الدولة وقفتها مع الفراخ عشان تحل أزمة الفراخ؟ نادي الزمالك هو مفرخة للمنتخبات المصرية. نادي الزمالك هو أحد القلاع الرياضية اللي بتضخ الدم في كل المنتخبات. مع احترامنا الكامل لأزمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ مع احترامنا الكامل لأزمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. يعني احلى سلام على طول السلام، يعني احلى سلام. بنتي بيضة 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 هنعمل ايه؟ وبعدين نسمع بقى برضو الاستاذ ايهاب الفولي، الراجل اللي ما بيعرفش حاجه وما عندوش فكره عن حاجه في اي حاجه ولا يعرف حاجه. بيساله خالد الغندور ليه الفرحه العارمه اللي كانت حاصله من مجلس اداره النادي الاهلي في ماتش الطايره للسيدات. طبعا لعلم حضرتك ماتش الطايره للسيدات، الفرحه اللي كانت موجوده هي فرحه انتصار الاهلي على المبادئ والاخلاق، لان الفريق اللي لعب في الزمالك فيه 4 من الاهلي اغراهم احمد مرتضى منصور واداهم 8 مليون جنيه، بينما كانت اكبر عقد فيهم كان 300,000، اكبر عقد فيهم 300,000 جنيه في النادي الاهلي. فدي الفرحه، هم خدوا ال4 عشان يكسبوا الاهلي ودفعوا 8 مليون جنيه، دفعوا 8 مليون جنيه وخسروا من الاهلي. نسمع بقى الاستاذ ايهاب الفولي اللي بيقول لك الاهلي محروم بقاله 3 سنين ولازم يفرح الفرحه دي عشان بقاله 3 سنين الزمالك هو اللي بيكسب. مفاجأة. نسمع كده الاستاذ ايهاب الفولي. لحقوا بقى بعد كده الاستاذ عبد الشافي صادق وقال له لا، ده الاهلي اللي طول عمره في السيدات متفوق، في الطايره متفوق على الزمالك. لحقوا يعني. نسمع قالوا ايه. كلمتك ان فرحة مجلس ادارة النادي الاهلي بفوز فريق الطايرة للسيدات على فريق الطايرة للزمالك، فالفريق الاعداد جاب لك الصورة، فرحة اعضاء اعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بفوز سيدات الزمالك الاهلي على سيدات الزمالك. هي دي الفرحه يعني. طبعا مش مصدقين نفسهم، قدر يكسب الزمالك بقاله 3 سنين مكبوت فكسب. لو بس اعتقد الطايره دايما الاهلي هو المسيطر في السيدات. الفرحه يعني كان يعني اعتقد. بص خالد، بص فريق الطايره الزمالك بيأسسوا لاول موسم بالظبط كده لاحمد مرتضى. انا شايف 3-1 بدايه. احنا ما كانش عندنا فرقه طايره انسات بالظبط كده عشان تبقى الناس عارفه والصوره واضحه. يعني احنا مش دخلناش منافسه مع النادي الاهلي في دوري السيدات بالنسبه للطايره. الزمالك ما كانش. نسمعه تاني عشان نعرف ان دولت ناس ما عندهمش اي معلومات عن اي حاجه، دول بيطلعوا يهبدهم وبس. مسلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. طبعا مش مصدقين نفسهم، قدر يكسب الزمالك بقاله 3 سنين مكبوت
فكسب لو بس اعتقد الطايره دايما الاهلي هو المسيطر في السيدات. الفرحه يعني يعني اعتقد بص خالد، بص فريق الطايره الزمالك بيأسسوا لاول موسم بالظبط كده. لاحمد انا شايف 3-1 بدايه. احنا ما كانش عندنا فرقه طايره انسات بالظبط عشان تبقى الناس عارفه والصوره واضحه. يعني احنا مش دخلناش منافسه مع النادي الاهلي في دوري السيدات بالنسبه للطايره. الزمالك ما كانش. وبعدين نسمع مع بعض لاعب الكرة السابق بنادي الزمالك طارق السيد اللي في كل استوديو او في كل مكان يحضر فيه يقول لك اصلا انا شامم. هو الوحيد في مصر اللي بيشم. بيحلل مباراة طلائع الجيش مع الاهلي على قناة الMBC مع مهيب عبادي والكابتن اكرام الشحات حارس مصر والمنتخب القومي السابق. فبيحلل الجون، بيقول لك الجون اللي اتلغى بتاع طلائع الجيش، الجون ده اساسا اوفسايد اللي اللاعب دخله بايده. قال لك اوفسايد. اكرام اتجن، قال له ده بايده، ده الفار مرجعه عشان بايده. قال له لا ده اوفسايد. تصوروا ان في واحد بيطلع يحلل حاجه اساسا ما شافهاش. دي مصيبه. ازاي نصدق الناس دي؟ ازاي نصدقه؟ ولا نصدق ايهاب الفول، ولا نصدق عبد الشافي الصادق، ولا نصدق الناس اللي مش عارفه حاجه وبتخبط. نفس القصه برضو كانت مع المتحدث الاعلامي الجرجيري برضو مع سيف زاهر لما قال لك برضو احنا في السله مبهدلين الدنيا مع علاء عزت، وطلع كل مره بيتغلبوا بالثلاث اشواط. نسمع بقى طارق السيد قال ايه؟ في علامه استفهام تاني برضو في المباراه دي يا كابتن اكرامي بعد اذنك. في الجون اللي اتحسب اوفسايد، حتى لو هي اوفسايد انا ما بشككش. بتاع مين؟ بتاع الجيش. لا ده بهاندبول مش اوفسايد. ده اتحسبت اوفسايد. لا هاندبول. مش الجون التعادل؟ هاندبول. لا ده الراجل هو نايم وحاططها بايده. لا مش باينه يا كابتن. لا 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 ازاي بقى طارق؟ لا 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 هاندبول. انا فاكر هاندبول صريحه جدا. انا فاكر ووقفت اللقطه شويه ان هو حاسبها. وبعدين نتفرج دلوقتي على تهديدات مرتضى منصور لنا. صدق الراجل ده اللي خلصان ده يضرب له نفسين ويقعد يشتمنا وبيبدا يبقى الصلاه والسلام زي الواد التاني الادب اللي اسمه ام المقاطم. قول ده اللي بيموت ده راخر نازل شتيمه فينا. انا شاكك انه اخو عبد القيعي. اتفضل. بيموت والله، بيقعد يشتم طول النهار يشتمنا. واخيرا حضرتك اذا ما كنتش اشتركت بالقناه يا ريت تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت من فضل حضرتك فضلا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.